ازيكم عاملين ايه؟ This is دكتور شيماء. ازاي تخس بسرعه؟ هو انا اقدر اخس بسرعه؟ ايوه تقدر تخس بسرعه، بس بطريقه صح. لو انت مشيت على الدايت اللي انا هقولك عليه ده لمده شهر واحد بس، حياتك كلها هتتغير، مقاساتك هتتغير، جسمك هيتغير، نفسيتك هتكون احسن. المهم تمشوا على الخطوات اللي انا هقول لكم عليها دي بالظبط وتركزوا كويس. اول حاجه هنعملها ان احنا هناخد وجبه واحده بس في اليوم. الوجبه دي بتكون خلال ساعتين بالظبط. يعني هنعمل ايه؟ يعني الاول هناخد وجبه واحده خلال ساعتين، بعديها على طول هنصوم حوالي من 22 ل 23 ساعة. هنفضل صايمين لحد تاني يوم، وهنيجي بعد 22 او 23 ساعة بالظبط وهنبدأ نكسر صيامنا وناخد الوجبة بتاعتنا. الموضوع ده احنا بنعمله ليه؟ لان الصيام في الحالة دي والوقت الطويل ده بيحفز حرق الدهون عندك في الجسم، بيخلي جسمك محرق الدهون حرفيا، خصوصا لو انت عندك دهون عنيدة زي دهون الدراع ودهون البطن ودهون الارداف. خلال شهر واحد بس من مشيك على النظام ده هتلاقي جسمك اتحول تماما، ومقاساتك اختلفت خالص، وتنفسك بقى احسن، والاسترس عندك قل، وكل حاجه عندك اتغيرت خالص. طب ايه نوع الاكل اللي احنا هناخده؟ هناخد طبعا بروتين، دجاج يا اما لحمه يا اما لحمه مفرومه او بانيه او فول او بيض او جبنه قريش. تاخد دهون صحيه زي المكسرات وزي زيت الزيتون وزي الزبده البلدي، كمان الياف تاخدها من الخضار الكتير اللي انت لازم يكون متضاف للوجبه دي. اخر حاجه بناخدها هي النشويات، والنشويات في الحاله دي بناخدها نشويات معقده، ما بتبقاش نشويات بسيطه زي البطاطس وزي البطاطا وهكذا. في اخر الفيديو اقول لكم على مثال للوجبه كلها على بعضها بكل الخطوات اللي احنا هنقول عليها في الفيديو ده، عشان تكون مرتب هتمشي ازاي بالظبط. خلال وقت الصيام بتاعك مهم قوي انك تعرف الحاجات دي. طبعا ممنوع تشرب اي حاجه بسكر او بلبن، لان الحاجات دي هتكسر الصيام بتاعك. تاني حاجه ان انت مسموح لك تشرب خلال وقت الصيام يا اما اعشاب زي اليانسون، نعناع، جنزبيل، قرفه، وطبعا من غير سكر خالص. لازم تشرب ميه كويس جدا خلال وقت الصيام، يعني مش معنى انك صايم انك ما تشربش ميه، لا، لازم تشرب ميه كويس قوي، عشان الميه هي هتبقى اساس حرق الدهون عندك في الجسم. من غير ما تشرب ميه حرق الدهون في جسمك هيقل. طبعا ممكن تشرب قهوه او شاي، لكن من غير لبن ومن غير سكر. تاني حاجه هنعملها عشان نقدر نمشي على النظام ده، ان احنا ناخد حاجات تسد الشهيه عندنا، الحاجات ما تخليناش ان احنا نجوع قوي، وفي نفس الوقت تزود حرق الدهون عندك في الجسم حتى وانت صايم. المشروب ده انت هتاخده قبل الوجبه بتاعتك على طول. المشروب ده عباره عن ايه؟ اول حاجه هضيف عليه خل تفاح. خل التفاح رهيب جدا في حرق دهون البطن، يعني بيحفز حرق دهون البطن، كمان بيزود حساسيه الخلايا لهرمون الانسولين. تاني حاجه هنضيفها هو الليمون، والليمون برضو من الحاجات اللي بتزود حرق الدهون عندك في الجسم. رقم 3 الجنزبيل، والجنزبيل يحفز حرق الدهون عندك في الجسم، وبرضو بيزود حساسيه الخلايا لهرمون الانسولين. تعالوا نعمل المشروب ده مع بعض ونحضره مع بعض واقول لكم على باقي المكونات بتاعته. اول حاجه هنجيب ليمونتين ونقطعهم، وزي ما قلنا قبل كده الليمون ممتاز في حرق دهون الجسم. تاني حاجه هنضيفها هي الجنزبيل، والجنزبيل مضاد اكسده كويس جدا وبيحفز حرق الدهون في الجسم. هنضيف بعد كده معلقه كبيره من خل التفاح العضوي، وهو ممتاز لحرق دهون الجسم خصوصا دهون البطن. بعد كده هنضيف القرفه، ممتازه لحرق دهون الجسم. اخر حاجه هنضيف ربع معلقه من الفلفل الاسود، بيقلل تخزين الدهون في الجسم وبيحفز حرق الدهون كمان. هنضيف كوبايه ميه ونخلط كل المكونات دي في الخلاط. تقدر تاخد المشروب ده من مره لمرتين في الاسبوع، هيفرق معاكوا جدا. الحاجه الثالثه اللي احنا هنعملها، هناخد حاجه بعد الوجبه بتاعتنا عشان تزود احساسنا بالشبع واحنا صايمين، لان انت وقت الصيام بتاعك طبيعي جدا ان انت هتحس انك جعان وشهيتك مفتوحه، خصوصا في اول فتره. فهنعمل ايه عشان نزود احساسنا بالشبع وقت الصيام؟ هناخد كوبايتين زبادي اللي هم الصغيرين لايت، عليهم معلقه كبيره من قشور السيليوم. وقشور السيليوم بتزود احساسك بالشبع بطريقه رهيبه جدا. بس مهم جدا انت بتاخد قشور السيليوم لازم تشرب بعديها كوبايتين ميه كبار، ولازم كل شويه تشرب ميه، لان هي بتنزل المعده بتاعتك، بتنفش في المعده وبتمتص كل الميه الموجوده في المعده. فانت عشان ما يحصلكش امساك او انتفاخات منها لازم تشرب ميه كويس جدا، وتشرب ميه كل شويه. يعني انت تشرب ميه بعديها كوبايتين، وبرده بعد كده لازم كل شويه تشرب ميه عشان ما تحسش بالانتفاخ او يجيلك امساك بسببها. قشور السيليوم هتحسسك بالشبع كويس قوي، وهتسد الشهيه عندك لفتره كبيره بعد اكلها، فمش هتحس بالجوع وقت الصيام بتاعك. الحاجه الرابعه اللي احنا هنعملها ان احنا هنحاول نلعب رياضه. الرياضه اللي احنا هنعملها انا مش عايزه منك رياضه كبيره، او مش عايزه منك انك تلعب رياضه عنيفه، لا، كفايه بالنسبه لي انك تلعب نص ساعه او تلت ساعه مشي سريع قبل ما تكسر الصيام بتاعك. المشي ده هيحفز عندك حرق الدهون كمان،
كمان الضعف. مع الصيام المتقطع هتلاقي بعد شهر النتيجه رهيبه جدا، تلاقي جسمك اتغير، مقاساتك زي ما احنا قلنا في الاول. لو انت مش متاح عندك علبتين زبادي لايت صغيرين، ممكن تاخد علبه زبادي يوناني كبير. طبعا الزبادي اليوناني بيكون احسن عشان فيه نسبه بروتين اعلى. ضيف عليها معلقه كبيره من قشور السيليوم زي ما احنا قلنا. خلينا نتفق مع بعض من دلوقتي، اكتبوا لي وزنكم تحت الفيديو كام بالظبط، وبعد شهر اكتبوا لي حسيتوا بايه ووزنكم وصل لكام. تعالوا نقول مع بعض دلوقتي مثال للاكل بتاعنا اللي احنا هناكله ونمشي ازاي بالظبط. طبعا احنا هنكون صايمين لمده من 22 ل 23 ساعه. قبل ما هنبدا فطارنا ونكسر صيامنا هنمشي من تلت ساعه لنص ساعه مشي سريع. بعد كده هناخد المشروب بتاعنا اللي هو بيزود حرق الدهون عندنا في الجسم اللي احنا عملناه، وبعد كده هنبدا ان احنا ناكل نص فرخه مشويه، او 5 قطع بانيه، او 5 قطع لحمه، او 3 بيضات مسلوقين، او قطعه ونص جبنه قريش. هناخد معلقه كبيره من زيت الزيتون، او معلقه كبيره من الزبده البلدي، او شويه مكسرات. وبعد كده طبعا معانا طبق السلطه الكبير بتاعنا. ممكن تاخد اي خضار زي الملوخيه او الباميه او الكوسه، الحاجات دي هتكون كويسه جدا وهتزود عندك احساس الشبع. واخر حاجه احنا بناخدها خالص هي النشويات. ممكن تاخد بطاطسيه مسلوقه، او ممكن تاخد توستايه واحده بس من عيش الشوفان. بعد ما تخلص الاكل بتاعك هتاخد علبه زبادي يوناني عليها معلقه كبيره من قشور السيليوم، ولازم تشرب بعديها 2 ميه كبار، او تاخد كوبايتين زبادي صغيرين لايت عليهم معلقه كبيره برده من قشور السيليوم، ولازم برده تشرب بعديها كوبايتين ميه كبار. وبعد الوجبه بتاعتك طول فتره الصيام لازم تشرب ميه كويس قوي زي ما احنا قلنا. لو في اي سؤال ليكوا اكتبوا لي في الكومنتات تحت، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه.